حقيقة هي لحظات مثيرة جدا لما نشاهد أنه أستاذنا الفاضل تسيل دموعه على المنصة. في الحقيقة هذه مشاعر يعني لا تحضرني الكلمات للتعبير عنها. وبهذه المناسبة ربما الأستاذ سامي أدعوه ليقول كلمة وجيزة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد المعلمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في الوقت الذي تمت بحالة على التقاعد كنت أظن أن إخواني في قطاع التربية قد ينسوني، ولكن كنت بهذا التقدير على خطأ. فها هم إخواني قد دعوني لحضور هذا الحفل الكريم، وفي مقدمتهم السيد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية بذاتنا، ليشرفوني بهذه الدعوة ويشعرونني بأنني لا زلت متواجد معهم. إن هذا التكريم لشخص متواضع الذي تفضلت به لجنة الخدمات بقدر ما أثر في نفسي تأثيرا بالغا، فإن كثير من زملائي الذين يبذلون مجهودات جبارة في الظل هم أيضا في حاجة إلى أن يبرز مجهوداتهم ويشيدوا بأعمالهم. وأتمنى أن تكون هذه الوقفة سنة حميدة تشرف زملائي وتحفزهم على البذل والعطاء اللامحدود خدمة لأبناء الجزائر. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.